السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للفيديو الماضي، احنا بالامس القريب كان في جلسة رفيعة المستشار علاء بيك مصطفى مشكورا ضد السيد رئيس الجمهورية لإلغاء قرار رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك رحمة الله عليه، وتعديل قرار رئيس الجمهورية الحالي الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل مجلس قومي المرأة. وللأسف الشديد اتأجلت القضية ل15/5. معلش بيحضرني كام سؤال نتمنى نلاقي إجابة منهم من كل جهة. هو مش مجلس الشعب ده السلطة التشريعية اللي بتحط الدستور وبتحط القانون وبتتابع السلطة التنفيذية في شغلها؟ هل شغلها ده دستوري وقانوني ولا لأ؟ مش ده النظام بتاع الدولة؟ السلطة القضائية مش المفروض ان هي بتحكم بالقوانين والدستور بتاع الدولة؟ ولا احنا فاهمين غلط؟ ولا اللي اتعلمناه غير الواقع، حبر على الورق؟ هو الدستور مش بينص على حظر تشكيل اي مجلس او حزب او جماعة او على اساس عنصري؟ ولا الدستور اللي بين ايدين المواطنين ده غير الدستور اللي بتحكموا بيه؟ مجلس الشعب، انت مش المفروض سلطاتك يا بيه طبقا للدستور بتتابع تصرفات السيد رئيس الجمهورية والحكومة؟ قرار زي ده ازاي مستمر السنين دي كلها ودمر مصر وشباب مصر واسر مصر وبيوت مصر، وانتوا ما انتوش بمانع عن ده؟ احنا لسه من كام يوم قضاء مصر الشريف حاكم على قاضي بالاعدام عشان قتل زوجته. طب مستنيين ايه؟ انا سؤالي لكل عضو في مجلس الشعب، مجلس سقف كم بيت في عيلتك في اسرتك اتخرب؟ كم بيت في دايرتك اتخرب بسبب مجلس قومي الخراب؟ مجلس تدمير مصر ومستقبل مصر وشباب مصر. محتاجين عزومة من الشعب. هو مش ده صميم شغلكم؟ قضاء مصر المحترم لا تعليق على احكام القضاء. حضرتك القرار ده دستوري ولا مش دستوري؟ كلمة ورد غطاها. البلد بتتدمر، شبابنا بيتدمر. المرأة المصرية بعد ما كانت تاج على رؤوس النساء كلها ومثل بيحتذى به، بقت أسوأ مرأة على مستوى العالم. نسب طلاق عالية، خيانات، قلة أدب، ضرب، قتل. إيه ده؟ أنتوا مستنيين إيه؟ بتتفرجوا على إيه؟ مش قادر أعرف. يا بيه ده كان في دستور تاني بتحكموا بيه وقوانين تانية بتحكموا بيها، طلعوها عشان نرتاح. انما ما ينفعش يبقى الدستور بيقول لك يحظر ورئيس الجمهورية الأسبق يطلع قرار بمجلس فاشلات يعمموا فشلهم على المجتمع ويدمروه ويدمروا البلد ومستقبلها، ان شباب هيطلع ملوش قيمة ولا قدوة، شباب تايه. هو حضراتكم النهارده لو واحد فيكم ابنه جاي قال لك عايز اتجوز بنت عمي في ظل القوانين الزفت دي، هتجوزه مصريه؟ مش قادر افهم يعني انتوا مستنيين ايه؟ يا بيه السلطه ما بتدومش لحد. احنا لسه بالامس القريب السيده سوزان مبارك اللي جابت لنا الوباء في مصر
كانت سيدة مصر الأولى وحرم السيد رئيس الجمهورية. طيب هي نفسها النهارده لو لا قدر الله ما بنتمناش حاجة وحشة لحد، السيد علاء مبارك اختلف مع زوجته وراحت خدت حكم طلاق طبقا للقوانين الفاشلة بتاعتنا. هتقبل على نفسها كجدة الأب إنها ما تقدرش تشوف حفيدها زي بقية جدات الأب في مصر؟ اهو مصدر الوباء اللي جابته لنا في مصر السيدة سوزان مبارك. ما دامتش، فانتوا النهارده انتوا قاعدين على الكراسي، ضمنتوا اعماركم، ضمنتوا السلطه تفضل معاكم. طب ابنك بكره لو حصل خلاف بينه وبين زوجته واتطلقوا وسعادتك سرعت من السلطه، قول لي يا بيه هتشوف احفادك ازاي؟ هترفع عينك في عين ابنك ازاي وانت السبب في حرمانه من اولاده وخراب بيته وملاحقته قضائيا وايقاف خدماته؟ ما انتوا اللي عملتوا القرف ده. هتفوقوا امتى؟ الكرسي ما بيدومش لحد. الرئيس حسني مبارك بعد 30 سنه في الكرسي سجن وخرج وتوفاه الله. خلاص النهارده سوزان مبارك ملهاش سلطات في البلد، علاء مبارك وجمال مبارك مالهمش سلطات في البلد. مظبوط ولا كلامنا غلط؟ كذلك حضراتكم اللي موجودين دلوقتي في السلطه، والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى بيعطي لمن يشاء يعني نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. اعملوا حساب بكره، اتقوا الله في الناس. عندكم دستور بيمنع ده والقانون بيمنع ده، التسويف والتطويل ده ليه؟ البلد خربت، شباب بقى ضايع ما عندوش قدوه. الابن اللي بيطلع بدون اب لو ابوه ميت ماشي، بس برضه بيبقى عمه قدوته وخاله قدوته. لازم يكون في راجل قدام منه بيعلمه الصح من الغلط ويوجهه ويديله من خبرته، مع كل الاحترام والتقدير للمرأة المصرية المحترمة. انما الفاشلات دول لا، دول ما لهمش قيمة في المجتمع، فاشلات. اتمنى نفوق لنفسنا وضمايرنا تصحى، مجلس الشعب يقوم بدوره والقضاء يحاول يحرك الدنيا. عندك دستور وعندك قوانين، وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: قاضيان في النار وقاضي في الجنة. سر لآخرتك. الدنيا ما بتدومش لحد والكرسي ما بيدومش لحد، وكل واحد فينا هيسأل. وأشهد الله إني هسألكم كلكم واحد واحد أمام المولى تبارك وتعالى على كل الدمار اللي في مصر، على الأطفال اللي يتيتموا من أبهاتهم وأبهاتهم عايشين، على قطيعة الأرحام، على كل حاجة. فيديوهاتي كلها دي كلها هتشهد على هسألكم عليها. حسبنا الله ونعم الوكيل.